السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تعليق على مقطع الجزائري اللي خرج وطلع وقال تم حبسي أو توقيفي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 6 ساعات، والسبب قال لأنني دعوت لأهل غزة. خلاصة الكلام قال حتى الدعاء في السعودية لأهل غزة يعد جريمة، ومن ذلك قال أنا حبسوني 6 ساعات في المدينة بسبب أنني دعوت لأهل غزة. طبعا هذا الرجل كذاب، وهذه الكذبة منه كذبة صلعاء ما تتمسك حتى، يعني عرفتم كيف؟ وهو يعلم أنه كذاب، يعلم أنه كذاب، وأشهد الله الذي يرانا ويعلم مكاننا ويطلع علينا ويسمعنا. أنا الآن موجود في السعودية، كل المساجد اللي صليت فيها مع الأحداث الأخيرة التي دارت في غزة كانوا الخطباء والأئمة يدعون لأهل غزة بالتوفيق ويدعو لهم بالنصر وما إلى ذلك، يعني جميل، حتى بما فيهم الحرمين الشريفين. لكن الرجل ده كذاب، الرجل ده كذاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يا أخي معقولة يصل بك الفجور في الخصومة عند الاختلاف لهذا المستوى ولهذه الدرجة؟ يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى. يا أخي هذا كأنه يريد أن يحجب الشمس وهي في رابعة النهار، يقول لا ما في شمس، غطيها بإصبعي هكذا ما في شمس. يا أخي الله المستعان. يا أخي اختلف مع السعوديين، اختلف مع السعودية. هذا الاختلاف لا بد منه، وهو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الناس مختلفين، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الفاجر وفيهم الفاسق وفيهم التقي وفيهم المسلم وفيهم 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 فيهم الأبيض والأسمر، وحتى في ألسنتهم يختلفون. هذا الاختلاف لا بد منه، لكن يا أخي كن سمحا في اختلافك، كن صادقا عند اختلافك، كن تقيا عند اختلافك، كن منصفا عند اختلافك، لا تكن بهذا المستوى يا أخي. هذا من أجل من ومن أجل كم؟ اتق الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.